بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، قد كنت ذكرت لكم بحثا تاريخيا مختصرا عن مدينتين من مدن منطقة جازان، وهما مدينة العالية، وأعني بها عالية خلب، التي اندثرت في سنة 975 من الهجرة، والأخرى المدينة الفتية الواعدة مدينة أحد المسارحة. وها أنا ذا اليوم أتحدث لكم عن موضوع تاريخي لمنطقة جازان سقى الحياء رباها وحياها بقهقهة الرعد. أيها الإخوة، بعد هذه التوطئة يسرني أن أقدم لكم جوانب تاريخية عن أهمية منطقة جازان في التاريخ بعنوان جازان الأرض والتاريخ، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إن منطقة جازان تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 3000 كيلومتر، ويوجد بها ما يزيد على 4000 قرية وهجرة، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 1.5 مليون نسمة، لها تاريخ عريق ومجد تليد. وتعتبر منطقة جازان حلقة وصل بين بلاد الشام واليمن عبر رحلة الشتاء والصيف. فهذا أبو دهبل الجمحي في القرن الثاني وقيل الأول يقول: سقى الله جازان ومن حل واديه، وكل مسيل من سهام وسردد. وورد ذكر منطقة جازان في الحديث النبوي، وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد والهجرة، ولكني في مال لا يصلحه غيري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلتك الله من عملك شيئا ولو كنت بضمد وجازان. وحيث توجد القبائل التي تمتد عبر شريطه الساحلي وشواطئه الرطبة الهواء الكثيرة القرى الوفيرة المياه. وصدق الله إذ يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي أن تلك القرى متصلة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، ظاهرة للعيان، لا يحتاج معها المسافر لمزيد من حمل المتاع. ومنطقة جازان أيها الإخوة هي ذلك الجزء الذي يشغل ما يسمى بالمخلاف السليماني قديما، والذي كان يمتد من الشرجة والمعروفة حالية بالموسم إلى حل بن يعقوب شمالا، كما ذكر ذلك عمار بن أبي الحسن الحكمي. وقد تعاقب على المخلاف السليماني العديد من الشخصيات البارزة من ملوك وأمراء منذ العهد الجاهلي إلى العصور الإسلامية الوسيطة إلى العصر الحديث، والذي سأذكر منهم على سبيل الاختصار لا الحصر. والحديث عن هذا البلد حديث ذو شجون، ولو استعرضت ذكرهم لطال بنا المقام، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فمن هؤلاء الذين كان أمر المخلاف السليماني إليهم هم عبد الجد بن ربيعة الحكمي، الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، وهي السنة 9 من الهجرة النبوية. بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم له رداءه الشريف، وقام إليه معانقا ومرحبا به. وقد شرفت تهامة جازان بهذه الوفادة، وقد ذكرها صاحب الإكليل بقوله: أكرم بعبد الجد نال مناله، في الوافدين ليس بأوحد، إلى آخر ما جاء، وهي من قصيدة طويلة. ثم الغطريف ابن محمد الحكمي وابن عمه عبد الله بن أحمد الحكمي في سنة 182 من الهجرة النبوية. ثم حفيده سليمان بن طرف الحكمي ابتدى ملكه من سنة 350 من الهجرة إلى 390، وكان من ملوك تهامة العظام. ثم الجراح ابن عبد الله الحكمي الذي فتح بلاد خراسان
وإرمينيا زمن الخليفة عمر بن الخطاب، ثم الشاعر المعروف أبو نواس الحسن بن هاني الأندلسي، ثم الحكمي، ثم جاء بعد ذلك الملك المظفر عمر بن علي الرسولي. وللقاء